بسم الله، السلام عليكم، إن شاء الله الجميع بخير. بالعادة الإنسان لما يكبر عمره فوق 30 و40 سنة، يا الله، لك شو كبرنا والدنيا كبرت معانا، عجزنا، ما ظل من العمر شيء، إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله. إحنا هذا اللي تعلمنا عليه، هذا اللي تربينا عليه، هذا اللي كبرنا عليه. بس في الحقيقة اليوم صار عمري 30 سنة، وبحمد الله وفضله تعالى علي صرت 30 جاد. بس الشغله هي الاساسيه العلاقه، انه ليش كل ما يمر علينا يعني سنه ولا عمر بحياتنا نصير نعكنن على حالنا، نعكنن على حياتنا، انه ليش هيك صار معانا، وصرنا نكبر ونعجز وبطيخ وحبشتك لا تاخذ على بالك. طب ليش؟ طب ما كل سنه بتمر بحياتنا بنتعلم شغلات بلاوي سودة. انا عن نفسي ممكن اتعلم من الطفل قبل ما اتعلم من الانسان اللي بالغ عمره فوق ال 40 و 50 سنه، اللي هو اكبر مني فوق ال 10 ل 20 سنه. وبنفس الوقت ممكن اتعلم من الانسان اللي عمره 15 سنه بس اشياء حتى اللي عمره 30 و 40 سنه ما تعلمها. لانه الشغله ما لهاش علاقه بالعمر، الشغله علاقه بالتعلم بالحياه، والإنسان كيف بتعلم وشو اللي بتعلمه بحياته. بدل ما إحنا مثلا نصير نعكنن على حياتنا، كل سنة بتمر علينا فبنكبر أكثر وأكثر. طب ما كل سنة ما بتمر بحياتنا بنتعرف على ناس جداد، بنستفيد منهم، بيستفيدوا منا نفسيا وجسديا ومعنويا واقتصاديا وفلسفيا وعلم نفس ودراسات ونضوج ووعي وثقافي. وبنفس الوقت السنين اللي بتمر علينا بحياتنا كمان تجعلنا نكتشف أناس لم نكن نعلم بهم أنهم غير مما كنا نظن عليهم الظن الجيد والحسن، اللي رب العالمين أمرنا بالقرآن الكريم أن نظن الظن الحسن. وإنما للأسف بينوا لنا انهم اسوأ كثير مما كنا نظن، فاكتشفنا حقيقتهم. فمو الدنيا هي اللي بتعكنن علينا، وانما الايام والليالي والسنين هي اللي بتشوفنا حقيقة بعض الناس، وبنفس الوقت بتعرفنا على ناس جديدة صاروا او طلعوا افضل بالمراحل بمليون مرة من الناس اللي كنا بنعرفهم من اكثر من 10 و15 سنة. فالشغلة حتى لما تكون علاقة بالصداقة ما لهاش علاقة نهائيا بمرور السنين، وإنما أكثر إلى علاقة بالمواقف اللي بتحصل معانا. بنشوف الصادق من الكاذب، والطالح من الصالح، والصديق الصدوق اللي فعلا موقف معانا بالأوقات الصعبة، والصديق اللي هو بيحاول بس يعتبر نفسه كصديق على الفاضي مزيف ويطلع 100,000 حجة بحجة. فعشان هيك كل ما يمر من عمركم سنين، أي سنة ورا سنة، لا تندموا عليها، وإنما تعلموا منها، خذوا منها دروس ومواعظ تستفيدوا منها بحياتكم كل يوم، بالمعاملة مع أنفسكم، بالمعاملة مع الناس، بتطوير ذاتكم بالكامل. السلام عليكم.